اهلا بك يا عزيزي الكينج. عارف ان النفسيه مش متظبطه كالعاده، بس ها قد حضر كينج السعاده. اجهزوا بقى لان المتعه النهارده زياده، قصه مش معتاده، كلها اكشن اثاره تشويق دمار يا ساده. مش طالب منكم غير حبه صبر في البدايات، لان اللي هتحكم في الاخر هي النهايات. ودلوقتي جهز ثبت الفشار واستعد للقصه. وبيبدأ الفيلم بالطفل بروس جوتام اللي بيحكي عن أسوأ فترة عاشها في حياته، لأن في الفترة دي أبوه وأمه اتقتلوا. كانوا رايحين يسهروا زي أي عيلة ومبسوطين، وفجأة المجرم ده ظهر لهم ورفع عليهم سلاح. الأب حاول يتعامل معاه ولكن الواد خبطه بطلقة. الأم مسكت إيده عشان تبعده عن ابنها، لكن الكلب خبطها هي التانية بطلقة وخلص عليها. بروس بيقف مصدوم، وفي اللحظة اللي هو بيفتكر فيها اللي حصل كان بيجري، وفجأة بيقع في الحفرة دي. ما كانش عارف إزاي يخرج من الحفرة، وبيفتكر أبوه لما كان بيطلع في الروح ونادى على مراته مارسا، ولكن كانت خلاص ماتت. بروس بيفوق، وفجأة بيلاقي الخفيش دي حواليه في كل مكان، بتروح عليه ولكن مش بيأذوه يا زميلي. دول بيعملوا دايره حواليه وبيساعدوه عشان يطلع لفوق تاني. بروس بيقول من ساعتها انا عرفت انا عاوز ابقى ايه. وبتعدي السنين، وبنشوف بروس اللي بيوصل على مدينه متروبوليس، وبيشوف الفضائيين شغالين بالهجوم عليها. بيحاول يروح على شركته عشان يمشي كل الموظفين قبل ما يموتوا، وفي السكه بيكلم دراعه اليمين يمشيهم. دراعه اليمين بيقول للموظفين اطلعوا بره الشركه بسرعه. بروس بيكون واخدها تشحيط يمين في شمال بالعربيه عشان يوصل لهم، وبيكون هيعمل 100 حادثه في السكه. بيوصل للمكان ده وبيشوف سوبرمان وهو بيحارب الوحش. بروس مش بيركز معاه وبيطلع يجري على شركته. في الوقت ده الصواريخ بتهاجم شركته وما بيكونش فيها غير كبير العمال. الشركه بتتدمر قدام بروس، وبروس بينصدم لان كبير العمال مات هو واي موظف كان في الشركه. بروس بيبص جنبه وبيلاقي موظف من عنده في حديده واقعه على رجله. الواد بيفضل يقول له انا مش حاسس برجلي. بروس بيطمنه وبيشيل الحديده دي من على رجله وبيخلي اتنين يشيلوه من تحتها. البنت دي بتكون واقفه بتعيط على امها، والبتاعه دي بتكون هتقع فوقها، ولكن بروس بيحضر وبينقذها. بيقول لها انت كويسه يا حبيبتي؟ ماما فين؟ بتشاور له على الشركه اللي اتدمرت، فبيعرف ان امها كانت فيها. بروس بيحضن البنت وبيبص لسوبرمان بكل غضب، لانه بدل ما بينقذ المدينه بيدمر حاجات كتير، وده ما اسموش انقاذ. وبعد 18 شهر الشباب دول بيغطسوا تحت المحيط الهندي وبيطلعوا منه الصخره دي. الصخره بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها احجار الكريبتون، احجار جايه من كوكب سوبرمان، وفي نفس الوقت هي اكتر حاجه بتضعفه. وبعدها بنشوف الصحفيه لويس بتكون راح تعمل لقاء مع مجرم في وسط الصحراء، والمجرم هو اللي مديها الاذن عشان تجيله. بتقابل المصورات اللي هيروح معاها، والاتنين بيركبوا عربيه المجرمين. المجرمين بيغطوا عينيهم ومش بيشيلوا الاكياس من على عينهم غير لما بيوصلوا لزعيمهم. لويس بتروح تتكلم معاه وبتقول له انت ارهابي مش كده؟ بيقول لها انت ليه شايفاني ارهابي؟ انا بحاول احمي شعبي، انا مش موز. واللي يثبت كلام اني سايب الطيارات بتاعتكم طايره فوقينا دلوقتي وما فجرتهاش. المصورات اللي جاي مع لويس بيطلع الكاميرا بتاعته، ولكن الواد ده بيمسكها وبيقول له وريها لي. بيفتح الكاميرا وبيلاقي فيها الجهاز ده. بيقول له الحق يا ريس، الواد ده من الشرطه. الرجاله بيمسكوه، والارهابي بيقول للويس احنا فينا من الغدر. بتقول له ما تقتلوش هو ملوش دعوه. الواد ده بيقول لها اسكت انت يا لويس وخليكي بعيد، دول شويه حشرات وقريب قوي الشرطه هتوصل وهتخلص عليهم. الواد ده بيتعصب فبيديله طلقه في نص دماغه. الشرطه بتكون مراقبه كل اللي بيحصل وبيقرروا يتعاملوا. اما الواد ده فبياخد لويس وبيدخل يكتفها جوه، ودراعه اليمين بره بيخلص على رجالته، لان الواد ده خاين اصلا، ولكن مش للشرطه، خاين لجماعه تانية هنعرفهم بعدين بالصحاب. المهم انهم بيخلصوا على رجاله الارهابي، وبعدها بيولعوا في الجثث رغم انهم ميتين. هتقول لي ليه؟ هقول لك اتقل وانت تعرف اسماعيل. المهم ان المجرمين بتبعت الصواريخ بتاعتها على المكان، ولكن بيحضر الولد الفنان بينزل لزعيم الارهابيين. هو مين؟ ايوه هو نجم الجيل، اسطوره الابطال الخارقين، سوبرمان يا زميل. لويس بتقول له خش هتجيبك، وفعلا بيخش في الواد ده بياخده وبيكسر بيه كل الحيطان اللي وراه. وبعد شويه رجاله الشرطه بتوصل المكان وبيلاقوا الستات عماله تعيط على رجالتها اللي ماتوا وكمان اتحرقوا. لويس بتخرج سليمه وبتاخد الكتاب بتاعها اللي كانت ناسياه بره. وبعد مده بسيطه واحده من الستات اللي جوزها ماتوا في المعركه دي بتروح مجلس شيوخ المدينه وبتقول ان سوبرمان هو اللي قتل كل الرجاله، مش بس قتل الارهابيين، لا ده كمان قتل رجالتهم اللي مالهمش ذنب في حاجه، واللي يثبت كلامها ان الرجاله اتحرقوا. وطبعا سوبرمان عنده ليزر في عينه بيحرق بيه. فهمت بقى الصحاب ليه المجرمين حرقوا الجثث؟ عشان يلبسوا التهم لسوبرمان. الست الكباره دي بتقول واضح ان سوبرمان بقى طايح في كله، وده لان محدش بيساله انت بتعمل ايه، ولكن عشان ما نكونش ظالمينه هنجيبه هنا وهنساله على اللي حصل. الست بتقول لها ما تتعبيش نفسك، عمره ما هيجي لانه ما بيسمعش لحد. وبعدها بنشوف اتنين ظباط قاعدين في عربيه الشرطه ومستنيين اي بلاغ يجي لهم، وفعلا بيجي لهم بلاغ. بيتحركوا على المكان اللي البلاغ جه منه وبيلاقوا هناك شعار الاسطوره باتمان. بينزلوا المكان ده وبيلاقوا بنات محبوسين، بيكونوا مرعوبين جدا ومن كتر رعبهم مش بيكونوا عاوزين يمشوا مع الشرطه، وبيقولوا لهم الوحش لسه فوق. الظابط ما بيفهمش اي حاجه، وفجاه بيسمعوا صوت تكسير وترزيع فوق. واحد فيهم بيطلع يشوف فيه ايه وبيلاقي الواد ده متكسر عظمه ومربوط. الظابط بيحس بحد جنبه، واول ما بيبص بيشوف المعلم الكبير مفيش غيره، هو فارس الليل. الظابط بيحاول يقتله ولكنه بسرعه البرق بيهرب من المكان. الظابط التاني بيحضر وبيقول لصاحبه ما تحاسب يا عم كنت هتموتني. بيبصوا على المجرم اللي باتمان مسكه وبيلاقوا شعار باتمان مختوم على صدره، بيقبضوا عليه. وبعدها بنشوف لويس اللي بترجع بيتها وبتبص في الكتاب بتاعها اللي بتسجل فيه اي لقاء عملته، ولكنها بتلاقي فيه حاجه غريبه. بتطلع الحاجه دي وبتلاقيها رصاصه، ولكن النوع
ده من الرصاص ما بيكونش مع المجرمين. بتستغرب، وبعد شويه حبيب القلب كلارك بيوصل. وعلى فكره ابو الصحاب الاتنين شغالين في نفس الصحيفه. المهم انها بتكون قلقانه عليه ولكنه بيطمنها. وبعد شويه بنشوف بروس اللي بيروح لدراعه اليمين الفريد بيقول له انا شغال لك على بدله نار يا معلم، هتحتاجها الفتره الجايه. بيقول له يا ريت. بيجيب صوره الواد ده وبيقول له الواد ده اسمه اناتولي، لازم الاقيه لانه قتل. انا بقى عاوز اوصل له واوصل للي مشغلينه. بيقول له طب وحبيبك سوبرمان؟ بيقول له سيبه ليه روح. وبعدها بنشوف الشاب الفرفور لاك صاحب اكبر شركه معادن في البلد، غني جدا ودماغه ذريه. بيقابل واحده من مجلس الشيوخ، ايوه هي سيناتور ابو الصحاب. ايه الاسم الغريب ده؟ وبيقول لها هي والواد اللي جاي معاها بصوا بقى انا اكتشفت سلاح فتاك، والسلاح ده هو الكريبتون. البتاع ده يقدر على اي حد حتى سوبرمان نفسه. الكريبتون ده هو نقطه ضعفه. بيقولوا له سوبرمان في صفنا وبيدافع عن المدينه، ليه هنستخدم البتاع ده ضده؟ بيقول لهم البتاع ده هيكون معانا احتياطي، افرضوا في يوم من الايام سوبرمان اتقلب علينا. مع السلاح ده بقى لا سوبرمان ولا 100 زيه يقدروا يعملوا اي حاجه معانا. ولكن صاحبتنا دي بتسيبه وبتمشي من غير ما توافق انه يصنع السلاح. الواد ده بيقعد معاه وبيقول له انت بتخطط ليه؟ بيقول له بص يا عمنا انا قبل ما اخد اي خطوه بفكر فيها مليون مره، وعملت تجارب كتير بالكريبتون ولسه ناوي اعمل حاجات اكتر، فخليك في صف واقنع البت اللي مشيت دي انها توافق. وبعدها بنشوف كلارك اللي بيكون في بيته وبيسمع لقاء للست دي وهي بتتكلم عن سوبرمان، وبتقول انا نفسي اقابله واتكلم معاه وجها لوجه، عاوز ابص في عينه، عاوز اعرف الشخص ده ازاي بياخد قراراته، ولا هو ما بيفكرش اصلا، ما بيفكرش في حياه الناس اللي بتموت بسببه. كلارك بيحس بالذنب، وده لانه فعلا في كل معركه اللي بيبقى فيه خسائر كبيره، ولكن مش هو يعني اللي قتل الناس اللي ماتوا في الصحراء. وبعدها بنشوف الموظف اللي بروس شال رجله من تحت الحديد. الواد بيكون خلاص خسر رجليه بالصحاب وقاعد دلوقتي على كرسي بعجل، بيطلع على تمثال سوبرمان وبيبدا يبوظ فيه. الاخبار بتتذاع على التلفزيون بيتقبض عليه. بيفضل يقول للشرطه انا شغال في شركه بروس واين، ولكن محدش بيسمعه. كلارك بيزعل اكتر، وبعدها بيروح يعمل لقاء مع الست اللي بتتكلم عن سوبرمان، ومحدش يقول لي طب ما هو سوبرمان. بص ابو الصحاب شغله هو اللي عاوزه يعمل معاها اللقاء. المهم انه بيلاقيها عزلت من البيت اللي كانت قاعده فيه. جيرانها بيقولوا له يلا امشي بقى لان الجو ليل. بيقول لهم يعني ايه؟ بيقولوا له يعني هيوصل المرعب فارس الظلام باتمان. وبعدها بنشوف بروس اللي بيروح مباراه القتال دي، وبيكون رايح هناك مخصوص عشان صاحبنا ده بيروح يتكلم معاه في اي حاجه عشان يسيب تليفونه جنب تليفون الواد ده ويقدر يخترقه. الواد بيسيبه وبيمشي بسرعه، وبروس بيكتشف ان الواد ده شغال مع ارهابيين حامين تليفونه جامد. انما كلارك فبيكون قاعد في اجتماع، وفجاه لويس بتدخل لمديرها وبتقول له بص كده على الرصاصه دي رصاصه من اللي كانت في معركه الصحراء. الرصاصه دي مش بتتباع في اي مكان ولا حتى في السوق السوداء، الرصاص ده مش بيكون غير مع الحكومه وبس، فانا بقى عاوز اروح اتحرى عن الموضوع. بيقول لها خلاص يا ست روحي. كلارك بيروح وراها وبيقول لها انت ليه ما عرفتنيش انك هتروح المشوار ده؟ فبتقول له لاني عارفه انك كنت هترفض وانا مش عاوزك تخاف عليا، المشوار هقضيه سريع سريع وهرجع. المدير بيوصل وبيقول لكلارك بقول لك ايه، في حفله هتتعمل النهارده وهيحضر فيها الواد اللي اسمه ليكس ده، عاوزك تروح لحفله وتغطي الحدث. وبعدها بنشوف ليكس اللي بيكون قاعد وصاحبتنا دي بتجيله وبتقول له رخصه استيراد المعادن اللي انت عاوزها انا مش موافقه عليها، المعادن اللي انت عاوز تدخلها البلد دي انت ناوي بيها على الخراب وانا استحاله اوافق عليها. الواد بيتعصب وبيقول لها طب خدي بالك من نفسك بقى، تاخدي مشروب؟ فبتقول له خليهولك. بيقول لها يا ست ماشي، بس قولي لي ايه رايك في اللوحه دي؟ الناس كلها فاكره الشياطين بتطلع من تحت الارض وبس، ما يعرفوش ان الشياطين بتنزل من السما كمان. كلامي ده مش هتفهميه دلوقتي. وبعدها بنشوف بروس اللي بيروح يزور قبر امه وابوه، وفجاه بيلاقي سائل غريب خارج من القبر، بينصدم ومره واحده الوحوش دي بتطلع من القبر وبتهاجمه. بروس بيصحى مخضوض وبيقوم ياخد برشامه مهدئه. وتاني يوم بيروح لالفريد وبيقول له انا شاكك في الواد اللي اسمه ليكس ده ان يكون هو الراس الكبيره وهو اللي مشغل اخطر المجرمين عنده، عشان كده احنا عاوزين نعرف كل حاجه عن الواد ده. بيقول له الواد ده عنده حفله بالليل اخينا، ممكن انك تروح هناك وتخترق الاجهزه بتاعته. وبالفعل بروس بيستعد عشان يروح الحفله، وعلى بالليل بيوصل وكلارك بيستغرب لما بيشوفه. انما في الحفله جوه فليكس بيطلع يقول كلمتين، بروس بيكون واقف يسمعه، وفجاه بيشوف البنت دي ودي بقى اسمها ديانا. بروس بيركز معاها وبعدها بينساها وبيكلم الفريد وبيقول له يا معلم امشي ازاي. الفريد بيكون معاه مخطط المكان وبيعرف بروس يمشي ازاي عشان يوصل للاجهزه اللي في المكان. طبعا كلارك بيسمع كل اللي دار ما بينهم بسبب حاسه السمع القويه بتاعته، وفي نفس اللحظه المساعده بتاعت ليكس بتاخد بالها من بروس. بروس بيروح عند اوضه الطاقه وبيحط فيها الجهاز ده عشان يخترقها، ولكن البنت دي بتجيله وبتقول له اقدر اساعدك؟ فبيقول لها لا شكرا انا بس كنت رايح الحمام، ولكن الظاهر اني توه، على العموم روح انت وانا جاي. الفريد بيقول له طب يلا اخلع انت يا معلم لحد ما الجهاز يحمل. وفعلا بروس بيطلع على فوق وكلارك بيروح يسلم عليه وبيقول له ايه رايك في الواد الهيتي اللي اسمه باتمان ده اللي عامل لك فيها انه بيحارب الجريمه؟ بيقول له مش الصحيفه اللي انت شغال فيها بتاعتي برضه ولا بتاعت حد تاني؟ بيقول له مش مهم، المهم بس ايه رايك في المجرم اللي مخوف الناس ده؟ بروس بيتعصب ولكن بيمسك نفسه وبيقول له ما تصدقش اي حاجه تسمعها يا ابني. بيقول له انا ما سمعتش، انا شفت بعيني، تافه ده فاكر نفسه فوق القانون. بيقول له لا الموضوع مش كده خالص، انت بس اللي مش طايق.
طايقه لانك بتطبل للمهرج بتاعك اللي اسمه سوبرمان. مش انت برضك اللي بتنزل كل اخباره؟ كلارك بيغضب ولكن هو التاني بيمسك نفسه. ليكس بيوصل وبيقول لهم يا محاسن الصدف انتوا الاتنين هنا ازيكم يا رجاله، ما شاء الله كل واحد فيكم قدامه رزبه، اوعوا في يوم من الايام تتخانقوا مع بعض، ده الدنيا تتدغدغ. في الوقت ده الفريد بيكلم بروس وبيقول له الجهاز خلص انزل هاته يا معلم. وبالفعل بروس بينزل تحت وكلارك بيروح وراه، ولكن فجاه بيشغل انتباهه الاخبار اللي شغاله وبتتكلم عن حريقه حاصله والناس كلها خرجت من المبنى ما عدا بنت واحده. انما بروس فبيروح يجيب الجهاز بتاعه ولكنه مش بيلاقيه. بيبص جنبه وبيعرف ان صاحبتنا دي هي اللي خدته. بيروح وراها وبيقول لها استنى يا مسكر، ولكنها مش بتسمع له وفي غمضه عين بتختفي من قدامه. بروس بيخرج بره وبيلاقيها خدت العربيه بتاعته ومشي. بيتعصب جدا وفي نفس اللحظه دي كلارك بيكون راح على المبنى اللي فيه الحريق وانقذ البنت. بيرجعها لاهلها والناس كلها بتحط ايديها على جسمه وبتشكره. الاخبار بتبدا تتكلم عنه اكتر ومنهم اللي بيقول انه بالفعل منقذ المدينه ومنهم اللي شايفه خطر كبير عليهم. والاخبار بتفضل رايحه جايه على كلارك بيتخنق من كل ده فبيتصل بامه وبيكلمها يطمن عليها وفي نفس الوقت عشان يسمع صوتها وينسى كل المشاكل اللي حواليه. انما لويس فبتروح لواحده صاحبتها تفحص لها معدن الرصاصه وبتعرف ان اللي صنع الرصاصه ده وباعها للشرطه هو ليك صاحب اكبر شركه معادن. وساعتها بتعرف انه زي ما مدي للشرطه الرصاص ده مدي برضه لرجالته. انما كلارك فبيعمل سيرش على باتمان وبيعرف انه لما بيمسك اي مجرم بيختم على جسمه الشعار بتاعه والمجرم اللي بيدخل السجن وبيكون مختوم بالشعار ده بيموت. انما الشاب ده فاليكس بيبعت المساعده بتاعته تدفع له الكفاله والواد اول ما بيروح بيلاقي ليكس مستنيه وبيقول له انا جبت لك كرسي متطور جدا، مش كده وبس ده انا كمان هخليك تاخد حقك من سوبرمان بس تعمل اللي هقول لك عليه. وبالفعل الواد بيروح يقابل سيناتور وبيقول لها سوبرمان هو السبب في حالتي دي، انا عاوز اخد حقي منه. اما المجرم اللي باتمان حط عليه الشعار بتاعه من قريب والصحاب فبمسافه ما بيدخل الحجز الواد ده بيجي له وبيخلص عليه بيموت زيه زي اي حد شعار باتمان اتحط على جسمه. انما لويس فبعد اللي عرفته بتتعصب وبتروح تتكلم مع واحد من مسؤولين البلد وبتعرفه اللي حصل ولكنه مش بيساعدها. الدنيا بتسود في وشها. ومن ناحيه تانيه كلارك بيكتب اسوأ الكلام عن باتمان ولكن صاحب الجريده بيزعق له وبيقول له يا جدع سيبك من الشخص ده واكتب عن حاجه تجيب لنا مبيعات. كلارك بيتعصب وما بيكونش عارف ازاي يثبت للناس ان باتمان ما بيطبقش العداله ولا حاجه. اما ديانا فبتكون في الحفله دي وبتقف قدام تحفه فنيه بقى لها 100 سنه او اكتر وفجاه بيدخل عليها المعلم بروس وبيقول لها مساء الفل يا مسكر في الجهاز بتاعي مش عيب تسرقيه؟ بتقول له بذمتك لو حرامي سرق حاجه من حرامي تاني يبقى دي اسمها سرقه؟ على العموم في صوره تخصني عند اللي اسمه ليكس ده وانا اخدت الجهاز بتاعك اللي عليه البيانات عشان امسح الصوره، وعلى العموم يا سيدي الجهاز سبتهولك في عربيتك اسيبك انا بقى سلام. وبالفعل بروس بيروح ياخد الجهاز وبيرجع المختبر بتاعه بيبدا يفك التشفير من عليه ولما بيكون مستني التشفير يتم بينام غصب عنه وبيبدا يحلم ان الارض كلها اتدمرت. سوبرمان بقى شغال مع الاعداء وبيخلي الرجاله اللي بتساعده تقتل كل اتباع بروس بينزل فيهم تخبيط بكل غباء عشان يقتلهم ويجيب حق رجالته ولكن الكتره بتغلب الشجاعه وبيقدروا يمسكوه بيودوه المكان ده. وبعد شويه كلارك بيجي له وبالليزر بتاع عينه بيخلص على الاثنين المربوطين جنبه بيشيل قناع من على وشه وبيقول له هي كانت العالم بتاعي وانت خدتها مني وزي ما خدتها مني هاخد روحك. بروس بيفوق وهو مخضوض وفجاه بيلاقي فلاش قدامه وبيقول له لويس يا اسطى لويس هي دي المفتاح دور علينا عشان لازم تلاقينا. وفجاه بروس بيفوق من الحلم اللي جوه حلم ده وبيلاقي التشفير خلص. بيبدا يفتحه وبيشوف معلومات عن سفينه كبيره جايه البلد والسفينه دي تخص ليكس. بروس بيقعد مع الفريد وبيقول له انا واثق ان السفينه دي هيكون عليها سلاح من الكريبتون مثلا، انا لازم اهجم على السفينه دي واخد السلاح اللي عليها ايا كان هو ايه. بيقول له يا ترى ناوي تدمر السلاح ده؟ فبيقول له لا طبعا ناوي استخدمه ضد سوبرمان. بيقول له انت كده ناوي تقلبها حرب؟ بيقول له الحرب كده كده قايمه والناس بتموت كل يوم لازم نحط حد للمهزله دي. بيقول له يا ابني سوبرمان مش عدونا. بيقول له قصدك النهارده مش عدونا، الله اعلم المستقبل مخبلنا ايه. في الوقت ده كلارك بتجيله اخبار السجين اللي اتقتل اول ما دخل السجن وكان على جسمه شعار باتمان. كلارك بيروح القسم عشان يعرف معلومات عن المجرم ده لكن ما حدش بيديله اي معلومات وفجاه بيلاقي حبيبه المجرم خارجه من القسم بيروح وراها وبيقول لها عاوز اسالك على المرحوم. فبتقول له هو ما كانش جوزي بس كان ابو ابني ومش عاوزك تستغرب ابو الصحاب، انت عارف ان عندهم عادي بيتجوزوا من غير جواز. استغفر الله العظيم. المهم انها بتقول له باتمان هو اللي عمل كده في حبيبي، تقدر انت بقى تساعدني وتجيب لي حقه؟ مش هتقدر صح؟ بتسيبه وبتمشي. وعلى بالليل الساحل كريبتوني بيوصل بالسفينه والرجاله بتبدا تحطه في العربيه. المعلم بروس بيكون مراقبهم وبيخبط العربيه بجهاز تتبع. العربيه بتتحرك ووراها كام عربيه كمان بيأمنوها ولكن يأمنوها من مين؟ ده فارس الظلام المهين بيحضر بعربيته المدمره والعربيه اللي بتاخد زقه منها بتتقلب بفتره. بيكمل طريقه والرجاله بتضرب عليه نار ولكنه بيبعت عليهم العربيه دي بيطبقهم في بعض. الواد ده بيخرج عليه بسلاح متعدد بيرشوا بيه ولكن بروس برضك بيكون قريب بيخرج عليه سلاحين متعددين بيفرتك العربيه اللي راكبها وبيبعتوا الرب كريم تعالوا ده انتوا ايامكم الجايه طين. الرجاله بتخرج عليه بالاسلحه الثقيله ولكن صاحبنا ده دماغه ذريه
بيخش فيهم بيلبس اول عربيه اللي فيها الجهاز بتمشي مطمنه، ولكنه بيخرج عليهم من الحته دي بيخبطهم وبيشوط اخر عربيه كانت معاهم، وفجاه بيدخل في السفينه دي بيخرج منها عادي. انا هموت واعرف هو راكب عربيه نوعها ايه. المهم ان الرجاله بتفضل تضرب عليه نار، ولما بيزهقوا منه بيرزعوه RPG، ولكن الواد فنان محدش قادر عليه. بياخد غرزه في الحته دي وفجاه بيلاقي نجم الجيل قدامه المعلم سوبرمان. العربيه بتلمس جسمه بس فبتتنطر في الحته دي وبتولع. سوبرمان بيروح يكسر بيبان العربيه وبيقول له اسمع يالا، المره دي انا جيت احذرك، ولكن المره الجايه مش هاجي في تحذير، خليك في حالك وامشي جنب الحيطه يا كبير. بيكون ماشي، ولكن بروس بيقول له قول لي يا بطل، هو انت بتنزف يعني اتعورت قبل كده؟ كلارك بيمشي وبروس بيقول له ما تقلقش قريب هتنزف. بيرجع المختبر بتاعه، انا هموت واعرف العربيه مكمله بيه ازاي. المهم انه بيفتح الجهاز ومن خلال الGPS اللي حاطه في التريلا بيقدر يعرف مكان السلاح، والسلاح بيكون في شركه ليكس بيفتح السلاح، ايوه هو سلاح كريبتوني. وبعد شويه صاحبتنا دي بتطلع في لقاء وبتقول له احنا عاوزين سوبرمان يحضر بكره في مجلس الشيوخ، لان الناس اللي تعرضوا لخسائر بسببه عاوزين يواجهوه بالكلام ده. احنا بقى عاوزين سوبرمان يجي يشوف هل هيدافع عن نفسه ولا هيعترف باللي عمله، وهنشوف برضك هو بيحترم قوانين البلد اللي عايش فيها ولا لا. كلارك بيروح لامه اللي بتطمنه وبتقول له انت مش مجرم، انت عشت طول عمرك بتحمي البلد دي، وخليك كده على طول يا ابني وما تتهزش من كلام اي حد. اما الست دي فبتكون رايحه على بيتها، ولكن بتلاقي رجاله ليكس مستنيينها، وساعتها بتقرر ما تنزلش من الاتوبيس. بتروح لسيناتور وبتقول لها انا كدبت عليك لانهم هددوني، انا كنت فاكره سوبرمان هو اللي قتل الرجاله، ولكن لما اكتشف الكلاب هددوني عشان ما اعترفش، سوبرمان بريء. وفي نفس الوقت ده لويس بتقعد مع الضابط ده اللي بيقول لها معاكي حق، الكلب اللي اسمه ليكس هو ورا اللي حصل في الصحراء، وكان قاصد يعمل كل ده لان ابن الكلب كان عارف ان سوبرمان هيحضر. عرف ازاي بقى الله اعلم. المهم انه قصد يلبس سوبرمان تهم ما عملهاش. لويس بتنصدم وبتقرر تروح تقابل كلارك، بتروح تكلم رئيسها وبتحكي له اللي حصل، وفجاه بتشوف الست دي نازله المترو ووراها القاتل، ولكن هي ما بتركزش مع القاتل عشان عينيها بتكون على الست. في نفس الوقت بتكون سيناتور داخله القاعه وهي واثقه ان سوبرمان بريء، ولكن ليكس بيقابلها بره وبيقول لها ايه ناويه تقفي في صف سوبرمان؟ بس مش هتلحقي، افتكري اني حذرتك قبل كده. وفي نفس الوقت ده الكل بيهتف بصوت عالي لان سوبرمان حاضر، ومحدش كان متخيل انه هيحضر الجلسه اصلا. اما المجرم ده فبيستنى المترو يجي، وفي اخر لحظه بيزق البت دي بيهرسها تحته. في نفس اللحظه برضه كلارك بيدخل القاعه وسيناتور بتقول له ده الشخص اللي اتاذى بسبب ده، غير الست اللي طلعت من فتره وقالت ان الرجاله اللي اتقتلوا في الصحراء اتقتلوا على ايدك برضه، ولكن النهارده بقى انا هكشف الحقيقه. بتكون لسه هتتكلم ولكن بتبص جنبها وبتشوف المشروب المفضل عند ليكس، بتنصدم ودماغها بتفضل تودي وتجيب، وبتقول يا ترى ليكس هيعمل حاجه فعلا ولا لا. بتلقلق في الكلام، وساعتها كلارك بينصدم وهو التاني بيحس ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل. هو وسيناتور بيبص الواد اللي قاعد على الكرسي المتحرك، وفجاه الكرسي بينفجر في المكان كله. القنبله بتكون ضخمه وعشان كده محدش في المبنى بيستم من اللي حصل. كلارك بيكون واقف في مكانه مصدوم والدموع ماليه عينيه، لانه لو كان بص حواليه اول ما دخل كان اكتشف القنبله. بروس راخر بيشوف الاخبار وبيكون متعصب جدا، وبعد شويه الشرطه بتنقذ كل الناس اللي اتاثروا بالانفجار، وكلارك بيعمل اللي عليه وبيخرج باقي الناس اللي جوه سواء بقى مصابين او خلاص ماتوا. وبيكون في منتهى الحزن وبيطير من المكان. وعلى بالليل ليكس بيروح على شركته وبيلاقيها متدشمله بالصحاب. ليكس بيبص في الكاميرات وبيعرف ان اللي عمل كل ده هو باتمان. بيدخل المعمل جوه وبيكتشف انه سرق الكريبتون كمان. انما كلارك فبيروح للويس اللي بتحاول تهون عليه وبتقول له اللي حصل ده ما كانش ذنبك. بيقول لها ذنبي اني ما بصيتش حواليا، وانا عشت حياتي كلها كده ما احبش ابص حواليا خالص ولا اسمع لغيري. انا بعمل الخير ولكن شكلي بعمله بالطريقه الغلط، واهلي كانوا غلطانين لما شجعوني اني اعمل الخير او اني ابقى بطل حتى. بتقول له لا ما كانوش غلطانين وانت صح. بيقول لها لا صح ولا العالم ده بتاعي اصلا. بيسيبها وبيمشي. وفي نفس اللحظه ليكس بيروح المكان ده، المكان اللي كان فيه شخص جاي من كوكب كريبتون زي سوبرمان، وبيكون ناوي ياخد جثه الشخص ده ويعمل منها وحش. انما بروس فبيكون بيتدرب على اخره، وفي نفس الوقت بيصنع سلاح فتك من الكريبتون عشان يحارب بيه سوبرمان ويخلص عليه نهائي. بيروح يفتح باقي المعلومات اللي على الهارد وبينصدم لما بيلاقي فيها معلومات تخص ديانا. بيدور في باقي الصور وبينصدم اكتر لما بيعرف انها وندر وومن. الواد من الصدمه بيفقد النطق لانه ما كانش متوقع انها بطله خارقه. انما ليكس فبيطلع جثه الشخص ده وبيحط عليه دمه، وبعدها بيبدا يجهز عشان يعمل منه وحش. اما الناس فكلهم بيتقلبوا على سوبرمان وبيطالبوا باعدامه. كلارك بيزهق من اللي بيحصل فبيروح يطلع على الجبل اللي كانوا بيطلعوا دايما. وفي نفس اللحظه بتكون لويس دخلت بيت الشخص اللي خسر رجله، وبتلاقي البيت فيه اكل جديد. طب هو الشخص اللي عاوز ينتحر هيروح يشتري خزين بيت برضه؟ وهو ده اللي بياكد لويس ان ليكس هو السبب في اللي حصل. لا وزياده التاكيد صاحبتها بتكلمها وبتقول لها الكرسي اللي الواد كان قاعد عليه كان جواه رصاص ومتفجرات وبلا ازرق. لويس بتفهم ليه كلارك ما قدرش يشوف الخطر اول ما دخل المكان. وفي نفس اللحظه كلارك بيوصل على الجبل وبيتخيل ابوه موجود، بيفضل يتكلم معاه، وابوه كالعاده بيواسيه عشان ينسى اللي حصل وما يبطلش يساعد الناس. بالفعل كلارك بيرتاح
بعد ما بيتكلم معاه وبيقرر يرجع المدينه. وفي نفس الوقت بيكون بروس عند قبر امه وابوه، والفريد بيجي له وبيقول له مالك، فبيقول له زهقت يا جدع، المجرمين عاملين زي الشجره اللي كل ما بتقطف منها بترجع تطلع زرع تاني، كل ما تخلص على واحد بيطلع لك التاني. بيقول له انت عملت انجاز كبير في حياتك، ما تنساش انك بتخلص على المجرمين عشان غيرك ما يحصلوش زيك وابوه وامه يتقتلوا قدام عينيه. بيقول له على رايك، بس انا فعلا تعب. بيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت ام كلارك بتخلص شغل في المطعم اللي شغاله فيه وبتكون ماشيه، ولكن بتلاقي العربيه دي ماشيه وراها، بتطلع تجري، ولكن العربيه دي بتقطع عليها الطريق والرجاله بيمسكوها. في نفس الوقت ده بيكون بروس طلع على السطح اللي سايب فيه الشعار بتاعه وبيشغل شعار فارس الظلام. ليكس بيرن على المساعد بتاعه وبيقول له الفارس حاضر، نفذ اللي قلت لك عليه. في الوقت ده لويس بتكون رايحه تركب المترو، ولكن بتشبه على الواد ده، بتروح تتكلم معاه وبتكتشف ان هو نفسه المجرم اللي كان في الصحراء. المساعد بتاعه بيحضر وبيمسكها وبياخدوها في العربيه دي وبيهربوا، بيركبوها الطياره دي وبيودوها للاكس. لويس بتقول له انت عايز مني ايه؟ بيقول لها بقى لي فتره طويله جدا بجمع معلومات، والمعلومات دي عرفتني ان انت وسوبرمان على علاقه، واللي اثبت لي الموضوع يوم معركه الصحراء سوبرمان جه مخصوص عشان ينقذه، وهو ده اللي هيحصل دلوقتي. عشان اجيبه لازم تكون انت في خطر. بيزقها من فوق والبت بتكون خلاص هتودع، ولكن بيحضر الوحش اللي النهارده هيبدع سوبرمان. بينزلها على الارض بسلام وبيطلع لابن الهرمه ده. ليكس بيظبط الساعه وبيقول له سوبرمان وحشتنا يا سوبر، ولا تحب اقول لك يا كلار؟ لا ما تتصدمش، انا اصلي بقالي فتره كبيره جدا بجمع معلومات عشان اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا. تاخد المفاجاه بقى، انا عارف ان باتمان هو بروس جوتام. المهم يعني ان عايزك تخلص لي على بروس. بيقول له ايه اللي يخليني اعمل كده؟ بيقول له اعمل كده عشان حبيبتك ما تموتش. بيقول له حبيبتي خلاص انقذتها. بيقول له لا مش قصدي دي، انا قصدي الست الوالده، بص كده على صورها حلوه ازاي. رجالتي بيعذبوها دلوقتي. كلارك بيغضب وبيقول له عرفني مكانها بدل ما اخلص عليك دلوقتي يا كلب. فبيقول له على الطلبات ما اعرف، انا قلت لرجالتي ما تعرفنيش مكانها عشان عامل حسابي انك ممكن تعذبني وتعرف مني مكانها. اسمع بقى، امك اللي اسمها مارسا دي هتموت لو انا ما كلمتش رجالتي وقلت لهم يسيبوها، والمطلوب منك دلوقتي انك تقتل باتمان وبعدها تجيلي وانا هسلمك. صحيح انت كان معاك ساعه وضيعت ربعها في الهري والكلام الفاضي ده. يلا بقى يا معلم، روح اقتل الخفاش الليل ده وتعالى لي. وفي الوقت ده بالصحاب بتكون في طاقه هائله عامه في المدينه والكهرباء مش مستقره. انما كلار فبيروح للويس وبيقول لها انا لازم اقابل اللي اسمه بروس ده عشان اخليه يساعدني ونعمل خطه على ليكس، لان ده لو ما حصلش فهضطر اقتل بروس. فعلا العالم ده ما بيخليش حد يفضل طيب زي ما هو. بيسيبها وبيمشي. وفي نفس اللحظه بتكون ديانا قاعده بتجهز عشان تسافر. بتجيلها رسائل على الايميل، واول ما بتفتحها بتلاقيها من بروس باعت لها الصوره اياها وبيقول لها انت مين بقى. بيكون سايب لها ملف كمان، والملف ده فيه فيديو للبطل الخارق فلاش، والفيديو التاني بيكون فيديو للمعلم الكبير اكوامان، والفيديو التالت للدكتور مجنون بيعمل تجارب على نص جسم بني ادم. ديانا بتنصدم. وفي الوقت ده لويس بتروح على الجريده وبتقول له رئيسها انا عاوزه طياره هليكوبتر دلوقتي. بيقول له احنا معانا فلوس منين نجيبها لك؟ بتقول له اجرها يا عم، اخلص قبل ما البلد تتدمر. بالفعل بيطلب لها طياره. انا اسمع عن حد بيطلب اوبر، انما اول مره اسمع عن حد بيطلب طياره هليكوبتر. المهم في الوقت ده كلارك بيروح لبروس وبيقول له اسمعني كويس، لازم تحط ايدك في ايدي لان ما بيكملش كلمه لان، وده بسبب ان بروس عمل له فخ. كلارك بيكسر غطا البلاعه نصين وبيكسر بيها الاجهزه اللي حواليه وبيقول لبروس اسمعني. فبيقول له انا مش هسمع، انا هدكك هنا. فبيقول له طب اركن يا عمنا. الاسلحه دي بتطلع عليه وبتنزل رش فيه، وساعتها بيغضب والليزر اللي في عينه بيسيح كل الاسلحه اللي حواليه، وبما انه خلاص اتعصب فهيدخل يدغدغ بروس. بيكسر بيه الكشاف اللي فرحان بيه، ولكن بروس بيرمي عليه قنبله الدخان دي وبيظهر من ظهره وبيخبطه بقنبله تانية. كلارك بيصدها ولكنها بتنفجر في ايده، بتكون ماده من الكريبتون. كلارك بيتخنق ومش بيكون قادر ياخد نفسه بسبب الماده دي، بيدوخ وبيفقد قوته بشكل مؤقت. بروس بيستغل الفرصه وبيدخل يخبط فيه، والواد للامانه بيعميه ومن الاخر مش بيسمي عليه، تحسه بينتقم منه عشان واكل ورث. لكن الوحش بيفوق له وبيروح عليه. بروس بيمسكه وبيفضل يخبط فيه، ولكن ولا ضربه بتقص، خلاص فقلك وما بقاش يهزر. بروس بيقول له استهدى بالله اخينا، ولكنه بياخده وبينزل بيه الدور اللي تحتينا وبيكسر بيه كل الحيطان اللي في المكان. ولكن بروس بيجهز قنبله دخان كمان. كلارك بيروح عليه هيجان، لكن بروس بيخبطه بالقنبله. كلارك بيتخنق وبروس بيشيل الحوض ده وبينكته بيه. كلارك بيغمى عليه وبروس بيشيله من المكان ده بيرميه. بينزل وراه وبيربطه من رجليه وبيفضل يجرجره، بيدغدغ في عظمه وبياخد صولجان الكريبتون وبيروح عليه. وفي نفس اللحظه لويس بتوصل مكان. بروس بيعور كلارك بالصولجان وبيكون خلاص هيقتله، ولكنه بيقول له سيبني عشان اروح انقذ مارسا. بروس بينصدم وبيفتكر امه وكل اللي حصل لها هي وابوه زمان. بيقول له ايه اللي خلاك تقول الاسم ده انت؟ لويس بتوصل وبتقول له ده اسم امه، الكلب اللي اسمه ليكس خاطفها وكلارك لازم يقتلك عشان ينقذها. بروس بيهدى وبيرمي الصولجان بعيد. بيكون فاضل 10 دقايق والساعه تخلص والرجاله بتجهز عشان تقتل الحاجه. في نفس الوقت بروس بيقوم كلارك وبيقول له عاوزك تروح على الكلب اللي اسمه ليكس وما تقلقش بوعدك اني هنقذ امك. وفعلا كلارك بيصدقه وبيروح هو على ليكس. اما لويس فبتاخد الصولجان وبتروح ترميه في اي داهيه. في نفس الوقت ده الرجاله بتكون هتخلص على الحاجه، ولكن بيحضر اللي دماغه شده. الرجاله بتهاجمه بالاسلحه ولكن لا بيفرق معاه ولا بنادق ولا رشاشات، بيدخل عليهم سخنان وفاتح صدره للمعارك يا حضرات. الرجاله بتكون مستنيه جوه المبنى وواقفين ورا الباب، ولكنه بيطلع عليهم من تحت الارض وبيبدا يرشهم ابو الصحاب. بيطوع
بيطوح فيهم واحد ورا التاني، واللي بيلاقيه زعلان بيشغل له اغاني. الواد ده بيكون هيخبطه بقنبله ولكنه بيطير عليه صاحبه والقنبله بتنفجر فيهم هما الاثنين. اخينا ده بيدخل يكمل ضرب في الرجاله، واللي بيقف قصاده بالكنديت وخبطه يا زماله بيسويهم على الجنبين وبيحدف عليهم الصندوق ويرجع زوق. الرجاله بتتكتر عليه بس مش بيعرفوا غير بس يخبطوا بسكينه في كتفه، ولكنه بيقوم عليهم من تاني وبيشرح فيهم بكل غباء. بيتبقى الاثنين اللي جوه دول، بيدخل اول واحد فيهم بيمسكه وبياخد منه الرشاش، بيرفع الرشاش على التاني اللي بيقول له انا مش هقتلها بس سيبني امشي. بيقول له انت لا هتقتلها ولا هتمشي. بيخبط طلقه في الانبوبه اللي معاه، وقبل ما النار تملى المكان بيكون واخد الحاجه وخارج بيها. هم بيخرجوا ولكن الباقيين بيموتوا. بروس بيقول لمارسا ما تخافيش انا صاحب ابني. يقول ربنا ينصركم يا ابني. في نفس الوقت ليكس بيبص على المنبه وبيلاقي الوقت خلص، وفجاه بيحضر سوبرمان المهين. ليكس بيقول له اتاخرت يا زميل، زمان امك ماتت دلوقتي، ده حتى الرجاله بتتصل عشان تسمعني خبر موتها. بيرد ولكن اللي بيكلمه في التليفون بيكون الوحش اللي ما بيريحش، فارس الظلام، وبيقول له رجالتك ماتت يا هلس وفاضل انت. كلارك بيقول له خلصت يا هاتيا انت خسرت. بيقول له انا ما بعرفش اخسر وهتشوف. بيقطع الكهرباء في كل حته في المدينه وبيستنى الوحش اللي صنعه عشان يخرج من الحضانه اللي فيها، وبيقول لكلارك ده حبيبه من نفس كوكبه. الوحش بيخرج من الحضانه وشكله هيخربها يا قداره. بيخرج مش شايف قدامه، وقبل ما يخلص على ليكس بيكون كلارك صادد ايديه. بيرجع عليه بواحده في صدره وبينطره بعيد، بس الواد بياخده وبيطير من المكان. بيروح عند تمثال المعلم سوبرمان، ولانه متضايق من التمثال فبيشيل كلارك وبيكسره بيه. الطياره دي بتزاوله فبيطير عليها بيفجرها وبينزل على البرج ده. طيارات كتير بتحوطه، وفي نفس الوقت عربيات الشرطه بتروح تنقذ الست الكباره دي. بروس بيسيبهم وبيروح يكمل العركه، وفي نفس الوقت ديانا بتكون في الطياره وبتشوف الاخبار. بتلاقي الوحش خربها في المدينه ومحدش قادر عليه. ابن الهرمه بيتعصب اكتر فبيعمل طاقه كبيره بتدمر كل الطيارات اللي حواليه. ديانا بتقرر ترجع له، وفي نفس الوقت رجاله الجيش والشرطه مش بيكونوا عارفين يتعاملوا معاه ازاي. بيعرف ان سوبرمان خد الوحش والاتنين بيتخانقوا في الفضاء، فبيبعتوا عليهم الصاروخ ده عشان يقتل الوحش. كلارك بيشوف الصاروخ فبيجري يمسك الوحش وبيثبته في مكانه عشان الصاروخ يخترق جسمه. الصاروخ بيخبط فيهم هما الاتنين، والناس كلها بتبص على السماء وبينصدموا من المنظر اللي شايفينه. وفجاه في حاجه زي النيزك بتنزل على الارض بتعمل انفجار كبير، والصدمه ان ده الوحش يا زميل. وبعد اللي حصل له ده بقى اقوى بمليون مره من الاول، وبيقرر يقلبها خراب اكتر. اما سوبرمان فيعتبر كده مات. في الوقت ده بروس بيوصل عند الوحش، والوحش بيبدا يهاجمه. بروس بيلفت منه وبيكلم الفريد وبيقول له انا لازم احاربه بالاسلحه اللي اخترعتها عشان اقتل سوبرمان، لان الاتنين من نفس الكوكب. بيرجع تاني على الوحش وبيهاجمه، بس الوحش بيطير وراه عشان يخلص عليه. في نفس الوقت ده الشمس بتيجي على سوبرمان، والشمس اصلا بتعالجه من اي حاجه، وبالفعل بتعالجه وبتصلح اعضائه اللي اتكسرت. بيفوق وبيكون ناوي يولعها زو. في نفس الوقت بروس مش بيكون قادر يعمل حاجه مع الوحش، والوحش بيكون هيدمره، ولكن بتحضر القطه المخيفه بنت ولكن عنيفه، بتدي الواحده بترجع ورا. وفي نفس اللحظه بيوصل المعلم الكبير، ايوه هو نجم الجيل. لويس بتشوف كل اللي بيحصل فبتجري تجيب الصولجان الكريبتوني عشان يخلصوا على الوحش. بتنزل تحت الميه تدور عليه، اما الثلاثه دول فبيقفوا في ظهر بعض اسود. كلارك بيقول لديانا خدي بالك لان الواد ده غشيم اصله من كوكبي. تقول له يا عم ولا يهمك احنا قدها. بيبص لبروس وبيقول له علبه الزبادي دي تبعك. بيقول له تصدق كنت فاكرها تبعك يا اسطى. في الوقت ده الوحش بيكون جاي عليهم، ولكن الثلاثه واقفين في ظهر بعض اسود. بيهاجمهم بكل عزمه، وبسبب اللي عملوا الحيطه دي بتوعه وبتحبس لويس تحت الميه. اما الاثنين اللي بره دول فبيكونوا واقفين زي الحيتان. الاثنين بيدخلوا عليه واحده تحت والتاني فوق بيسنطروا يا جدعان. بينزلوا تشريح في عظم جسمه والامانه مش بيحلوه. الواد بيتشطر على سوبرمان، والظاهر كده ان العركه مش هتخلص بالحب يا جدعان. في الوقت ده لويس بتفضل تخبط عشان حد يلحقها، وكلارك بيكون داخل قصاد الواد ده بالليزر، ولكن الواد الليزر بتاعه بيكون اجمد منه. كلارك بيكون هيرجع عليه تاني، ولكن بيسمع صوت خبطات لويس. بيجري عليها وبيطلعها في اخر لحظه. لويس بتفوق وبتفرح جدا لما بتشوفه سليم، وهو بيسيبها وبينزل يجيب الصولجان من الميه. اما بره يا عيني على بره الدنيا بتكون خربانه بالجامد. في الوقت ده كلارك بيقدر يطلع بالصولجان، ولويس بتبعده عنه عشان الطاقه بتاعته مأثره فيه جامد. كلارك بيبص على كل اصحابه اللي الوحش بيكون حاطط عليهم حط السنين. ديانا بتقطع له كف ايده ولكنه بيطلع مكانه مخالب. كلارك بيشوف كل اللي حصل فبيبص للويس وبيقول لها انا بحبك. بتقول له ولا انت بتتكلم كده ليه؟ اوعى تكون بتفكر في اللي في بالي. لا طبعا مش هسيبك تضحي بنفسك. بيقول لها مفيش حل غير كده، لو انا هموت عشان الناس تعيش فانا ما عنديش مانع، بس انا عاوز اعترف لك بحاجه، ده مش العالم بتاعي، لا انت العالم بتاعي يا لويس، انا بحبك. بيسيبها وبيجري على الصولجان، بياخده وبيطير بيه بكل عزمه على اخينا ده. ديانا بتكتفه بالحبل بتاعها، وبروس بيحدف عليه قنبله بتدروخه وبتخليه مش شايف قدامه. كلارك بيستغل انه مدروخ وبيدخل يرشق له الصولجان في صدره. الواد بيحرر نفسه من حبال ديانا وبيغرز المخالب بتاعته في قلبه. كلارك بيحاول يطلعها ما بيعرفش، وبيكون محتاج انه يدخل الصولجان في قلب الواد ده اكتر، والحل الوحيد هو انه يخليه يغرز مخالبه جوه جسمه. بالفعل هو ده اللي بيحصل، وكلارك بيقدر يدخل الصولجان جوه جسم الواد ده، والواد الطاقه اللي جوه بتتحرر وبيموت. مش لوحده، مات هو والبطل اللي ما ضحى عشان الناس تعيش، اللي ضحى عشانهم كتير وظلموه، وفي الاخر مات عشان ينقذهم. صحابه بيكونوا في منتهى الحزن عليه، ولويس بتنهار من العياط على حب عمرها اللي خلاص مات ومش راجع تاني. خلاص بقى يا جدعان والله هعيط.
وبعد اللي حصل ده الشرطه بتروح على مقر ليكس وبيلاقوا الوحش ده قدامه. الوحش بيختفي لما بيشوفهم وليكس بينصدم لانه هيتقبض عليه. بالفعل بيتقبض عليه والحكومه بتحلق له على الزيرو. اما الجرايد فبيتكتب فيها 3 اخبار، الاولاني عن موت البطل سوبرمان، والتاني عن موت الصحفي الشجاع كلارك اللي مات وسط الفوضى اللي حاصله في المدينه، والتالت هو القبض على الكلب اللي اسمه ليكس. وبعدها كل اللي بيحب كلارك بيروح يعز امه. ومش عاوزك تنسى انهم ما يعرفوش ان سوبرمان ابو الصحاب. المهم ان امه بتكون في حاله لا تحسد عليها. اما لويس فما بتكونش في الدنيا اصلا. ام البطل بتجيلها وبتقول لها كلارك كان سايب لك المفاجاه دي. بتسيبها وبتخرج ولويس بتشوف الحاجه اللي في الظرف وبتلاقيها الخاتم اللي كلارك كان ناوي يخطبها بيه. بتزعل اكتر وبعدها بيحطوا جثه المرحوم على العربيه الكارودي وبيروحوا يدفنوها. وفي نفس الوقت الجيش بيجيب تابوت فاضي على انه تابوت سوبرمان وبيروحوا يدفنوه. وطبعا بيعملوا له جنازه عسكريه. جثه كلارك الحقيقيه بتدفن في المقابر بتاعت اهله والصندوق الفاضي بيدفن في مقابر الشرطه، وده لانه كان بيقاتل وبيحمي البلد زي ما الجندي بيعمل بالظبط. اما عند المقابر اللي مدفون فيها فعلا فالناس كلها بتمشي الا لويس بتفضل موجوده. بروس بيكون واقف بعيد وديانا بتجيله وبتقول له الواد ده يتزعل عليه فعلا، بس حركه مستفزه قوي ان الجيش يدفنوا تابوت فاضي. بيقول لها هم كانوا عاوزين يعملوا له تكريم محترم وخلاص. المهم دلوقتي انا عاوزك تساعديني عشان الاقي باقي الابطال الخارقين. انا خذلت كلارك وهو عايش ومش هغزله وهو ميت. لازم نحمي المدينه ولازم نتكاتف لاني حاسس بخطر كبير جاي علينا. وفي وسط ما هم بيتكلموا بالصحاب بتكون امريكا كلها قايده شموع وواقفين حداد قدام القبر اللي معمول للبطل سوبرمان. وبعد يومين حارس السجن ده بيجي ليكس وبيقول له قوم اقف يلا لان المدير عاوز يشوفك. ادي وشك للحيطه بقى عشان اجاك الباشا. وبالفعل بيدي وشه للحيطه ولكن فجاه النور بيطفي وبيشتغل وبيكون الوحش باتمان حاضر في المكان. ليكس بينصدم لما بيشوفه وبروس بيقول له لازم تموت يا كلب. فبيضحك وبيقول له انت عاوز تحط الختم بتاعك على جسمي عشان اول ما ادخل جوه اموت؟ نسيت اقول لك اني عملت فيها عبيط وهبل عشان يودوني مستشفى الامراض العقليه. بيقول له عارف يا حبيبي وعشان كده مجهز لك اللي مستنيك في المستشفى هناك. بيقول له انت فاكرها خلصت يا بروس؟ ما خلصتش، في وحش اقوى من اللي مات راجع. هو هيرجع ولكن صاحبك مش هيرجع يا غلبان. بروس بيتعصب وبيخبط الختم بتاعه بس في الحيطه. بيسيبه وبيمشي والواد بيقول له ما تسيبنيش يا بروس انت ناوي على ايه؟ بس مش مهم لاني زي ما قلت لك الوحش جاي لكم. سامعني؟ الوحش جاي لكم. وهنا بينتهي الجزء الاول ابو الصحاب. عارف ان النهايه مزعلك حبتين بس ايه رايك بقى لو قلت لك ان الجزء الجاي هيعوضك بالجامد؟ مش كده وبس، ده كمان هتلاقي فيه كميه مفاجآت مش عاديه. ولو مش مشترك في القناه بقى اشترك عشان اول ما الفيديو ينزل يجيلك اشعار. وبسرعه تنادي اصحابك وتيجي تتفرج عليا وخش عندي في صندوق الوصف هتلاقيني سايب لك رابط قنواتي التانيه عليها فيديوهات كلها تسليه. والى اللقاء مع كل جديد. سالم.